بقالي اكتر من 7 سنين مطبقه الصيام المتقطع. تفتكري ليه انا متمسكه بيه السنين دي كلها؟ وهل هو فعلا مناسب لكل الناس ولا ممكن يضرك؟ انا بعمله مش عشان بس اتحكم في وزني، عشان الفوائد الخرافيه اللي بيعملها الصيام. اولا بيظبط هرمون الانسولين، وبيخلي الجسم مكنه حرق دهون بدل ما طول الوقت بيعتمد على السكر او الجلوكوز في الطاقه. تاني حاجه بيعلم جسمك يسحب طاقه من الدهون المتخزنه بذكاء. تالت حاجه التركيز وصفاء الذهن، لان الطاقه اللي طالعه من حرق الدهون بتكون اعلى واثبت من طاقه السكر. رابع حاجه انه بيريح الجهاز الهضمي، وبيظبط الهرمونات بتاعه الجوع والشبع، وبيريحك من فكره السناك او الاكل طول الوقت. الصيام المتقطع ملوش اضرار لو اتطبق صح. الاضرار بتبدا في حاله واحده بس، لو صمتي وجيتي وقت الاكل ما اخدتيش احتياج جسمك من البروتين والعناصر اللي جسمك محتاجها. ساعتها يحصل خمول وتساقط في الشعر وفقدان في الكتله العضليه. المشكله هنا ما بتكونش في الصيام، بتكون في سوء التغذيه او احتياجك من السعرات. طب مين الاشخاص اللي نقدر نمنعهم من الصيام المتقطع؟ بالرغم من فوائد الصيام المتقطع الا ان هو مش مناسب لكل الناس. اول حاجه الحوامل والمرضعات، لان هم محتاجين لتدفق تغذيه مستمر. تاني حاجه الاطفال والمراهقين في سن النمو. تالت حاجه اصحاب التاريخ المرضي مع اضطرابات الاكل زي البوليميا. رابع حاجه مرضى السكر من النوع الاول، او اللي بياخدوا ادويه بتقلل السكر بشكل حاد، ودول ممكن يطبقوا الصيام تحت اشراف طبي. الصيام المتقطع أداة ممتازة، بس ازاي تعرفي تستخدميها صح وجسمك محتاج لإيه؟ لو بتفكري تبدأي وخايفة تعمليه غلط، اكتبي لي تحت في الكومنتات صيام متقطع وانا هبعت لك التفاصيل.